تعبت، حاسس ان كل حاجة في الدنيا جاية عليك. الايام كل يوم اصعب من اليوم اللي قبله. النهاردة، بكرة، تحديات كتير. الشغل مشاكل على طول، كل يوم بتتجدد، لسه ما خلصتش المشكلة دي تلاقي حصل لك حاجة تانية في البيت، حصل لك حاجة تانية في حياتك. طب كل حاجة ماشية كويس تلاقي العالم كله بينهار حواليك، وانت مش قادر انك تقاوم. يعني في وسط كل في وسط كل الحاجات، الاحداث ديت احيانا بنحس ان الاحداث دي اكبر مننا. انت تعبت، انت مش قادر، مش عارف تعمل ايه. ايه الحاجه اللي انت ممكن تقدر تعملها في وسط كل الحاجات دي؟ خليني اقول لكم النهارده منهج رباني جميل قوي قوي. اتعلمته، كان من اجمل الحاجات اللي سمعتها ومن اجمل الخواطر اللي سمعتها في فكره. هو اصلا هل الموضوع له ترتيب؟ يعني انا دلوقتي لو تعبان المفروض اعمل ايه؟ طب ايه الخطوه، الحاجه اللي المفروض ابدا بيها الاول، بعد كده التانية، بعد كده التالتة، بعد كده الرابعه، لحد ما اقدر ان انا مش هقول ان التعب يروح، لان التعب عمره ما هيروح، لان احنا موجودين في الدنيا. فطول ما احنا موجودين في الدنيا هنتعب اكتر وهيحصل حاجات تانية كتير. ولكن عشان الاقي حاجه هي الذات بتاعي، هي الحاجه اللي بتساعدني على اني اقدر اتخطى كل التحديات اللي بتقابلني. هي اللي بتساعدني على ان مهما كان حجم الحاجات اللي محيطه بيا، قادر ان انا اقاوم، وقادر ان انا استمر رغم كل التعب، ورغم كل الارهاق، ورغم كل الاحداث اللي بتحصل. انا ببص في ورقتي. طيب المنهج ده من القرآن الكريم. يعني المنهج ده بسيط قوي، والمنهج ده حصل مع يعني خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفوا ان اول حاجة نزلت من القرآن الكريم، كل الناس عارفة طبعا ان اول حاجة نزلت من القرآن الكريم هي سورة العلق. والجزء الأول الخاص بيها اللي هو اقرأ. والحادثة المعروفة لما سيدنا جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لحد ما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دي أول حاجة نزلت. فهو ربنا سبحانه وتعالى رتبها لما نزل اصلا القران الكريم بترتيبه على النبي عليه الصلاه والسلام، وقال له ان ده المنهج اللي يخليك انك تعرف تستمر. طب اول حاجه نزلت في القران سوره العلق. حد يعرف ايه تاني سوره نزلت في القران؟ ما اظنش ان، يعني لو فكرت كده هتبص تلاقي ان تاني سوره نزلت في القران الكريم هي يا ايها المزمل. فايه اللي بعد كلمه يا ايها المزمل؟ هو نداء للنبي عليه الصلاه والسلام بعد يا ايها المزمل: قم الليل الا قليلا. قم الليل. يبقى الترتيبه المنطقيه للاحداث وباسباب النزول، ان انت اول حاجه اقرا. فانت اول حاجه اتعلم. وتعلم ديت يعني ايه؟ يعني بص في ورقتك، يعني ركز، يعني لو اجتهد في الحاجه اللي انت بتعملها. اقرا ديت يعني هات اخر العلم اللي انت بتتعلمه، خد كورسات، خد دورات تدريبيه، انزل اتعلم، احتك بناس اكبر منك، اقرا كتب، اتفرج على فيديوهات. اعمل كل الحاجات او كل الاسباب اللي تخليك في المجال او في الجزء اللي انت بتشتغل فيه انت اشطر حد فيه. طيب انت قدرت ان انت تحقق المعادله من الناحيه ديت، وقدرت ان انت تكون اشطر حد. هيبقى عليك الواجب التاني اللي هو ان انت قم الليل. يعني ايه؟ يعني استعين بالطاقة الروحانية بتاعة ربنا سبحانه وتعالى اللي اداها لنا، اللي هي الصلاة، ان انت تقدر ان انت توصل فيها لحاجة كبيرة. ليه؟ لان انت قم الليل. تمام. فديت الحاجة التانية اللي بتساعد على ان انا اقدر ان انا احقق حاجة كبيرة، هو اني انا اقوم الليل. اقوم الليل يعني ايه؟ يعني استعين بالصلاة. استعين بالصلاة كمعين وقوي وحاجة طاقة ايمانية بتمدني طول ما انا بتحرك وطول ما انا بعمل اي حاجة جديدة. طب ايه تالت حاجة نزلت في القرآن الكريم؟ دي التالتة بقى الجميلة، اللي هو سورة المدثر. والجميل فيها اللي هو يا ايها المدثر قم فانذر. خلاص انت كده بقى معاك الاسلحه اللي تخليك ان انت تبقى وانت بتقابل اي حد عندك طاقه روحانيه. طب هل ده حاجه، هل دي حاجه ثابته ولا حاجه متكرره؟ يعني حد سال نفسه طبعا دلوقتي لما اصلي واقوم الليل خلاص هل كده تمام؟ لا. هو ربنا سبحانه وتعالى رتبها، قال لك ان انت وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يعني ايه؟ يعني انت وانت جاي بتعمل اي حاجه، انت في النهار قاعد بتسعى وبتتحرك وبتشتغل وبتروح وبتيجي وبتخلص كل الحاجات اللي عندك. تمام. يجي الليل، يجي وقت السكن ووقت الطاقه الروحيه، ان انت قوم الليل واستعين بالطاقه الروحيه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اللي اداها لك، اللي هو ان انت تصلي، ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تذكر ربنا. تمام. وتقرا وتتعلم.
وممكن تتعلم وانت عادي بالنهار، وتفضل دورة الحياة ماشية طول ما انت تعب النهار كله، تاخده براحة بالليل ان انت ترجع لربنا سبحانه وتعالى، وتصلي وتقيم الليل وتذكر ربنا سبحانه وتعالى، فيتجدد طاقتك فتقدر تكمل تاني يوم، وهكذا. ويوم ورا يوم تلاقي ان الطاقه اللي عندك ديت طاقتك متجدده، تلاقي عندك بالعكس عندك طاقه، عندك قوه كبيره قوي. القوه دي بتساعدك على ان انت تعمل حاجات عمرك ما كنت تتخيل ان انت تعملها، وتلاقي عندك سكينه وانت بتعمل اي حاجه، وتلاقي نفسك ساكنه رغم كل التحديات اللي حواليك. انت مش ساخط، انت مبسوط عادي، انت قادر ان انت تتحرك وقادر ان انت تكمل في اي حاجه انت بتعملها. فهي ثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول لو التزمت بيهم في حياتك اليوميه وحطيتهم من ضمن جدولك اليومي، ان شاء الله اي حاجه كبيره تقدر انت تتخطاها لو كانت تحديات، واي حاجه بتحلم بيها تقدر انت تحققها. اقرا، قم الليل، قم فانذر، دول الثلاث حاجات الاساسيه اللي انت تقدر بيهم تعمل اي حاجه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.